سنة 1911 اتأسس نادي الزمالك وبقى اسمه نادي قصر النيل، واتغير الاسم في السنة اللي بعديها وبقى اسمه النادي المختلط. وسنة 1941 اتغير اسمه تالت وبقى اسمه نادي الملك فاروق. وبعد ثورة 23 يوليو استقر اسم النادي وبقى اسمه نادي الزمالك. على نص الخمسينات كده اتولى رئاسة النادي رجل أعمال واقتصادي مصري عظيم، وهو عبد اللطيف أبو رجيلة. وبالرغم إن فترة رئاسته ما كانتش أطول فترة، ولكن كانت بصمته الأكثر أهمية، وبالبلدي كده شقلبوا وغيروا 180 درجة. وكان السبب إن نادي الزمالك ياخد أول بطولة للدوري العام في تاريخه، وده كان سنة 59. واستنى معايا لآخر الحلقة علشان في كلام مهم جدا عن نادي الزمالك. المهم، بالرغم إنجازاته العظيمة مع نادي الزمالك الكبير، إلا إن ليه إنجازات مهمة وعظيمة لمصر المفروض نفتكرها وإحنا في الشارع كل يوم. ولا أقول لكم تعالوا نحكي الحكاية من الأول خالص، حكاية إمبراطور الأتوبيسات واللي ارتبط اسمه باسم نادي الزمالك، رجل الأعمال المصري ومن أغنى أغنياء البلد في الخمسينيات، عبد اللطيف أبو رجيلة. أهلا بيكم وبرنامج عين، وأنا علا أبو السعدات. اتولد أبو رجيلة لأب مزارع معروف من أعيان إسنا الصعيدية، وجده لوالدته كان ممثل للحكومة المصرية في السودان. أبو رجيلة كان صعيدي مصري حتى النخاع، خلص فترة تعليمه الأولى في السودان ورجع تاني على القاهرة ودخل مدرسة السعيدية الثانوية. والصراحة هو لا كان نبغة ولا كان خايب، هو كان في النص كده زي طلبة كتير جدا، ولكن اللي بيميزه إنه كان مجتهد جدا. كان أبو رجيلة شخصية مرحة، بيحب الرياضة زي كرة القدم والتنس. المهم، خلص المدرسة ودخل كلية التجارة واشتغل شغل بسيط كده علشان يصرف على نفسه وقت دراسته بالجامعة. وأخيرا اتخرج في الثلاثينات واشتغل في بنك مصر، وكان مهووس بفكر طلعت حرب، وكان واخده قدوة كمان. وفي الفترة دي كانت سياسة البنك إن بيتم عمل بعثات للموظفين كده لبلاد بره. وفعلا سافر لروما ولندن وزار كتير من الشركات الكبيرة والبنوك، واتعلم وأخد خبرة عملية كبيرة. وهو هناك قدر يعمل صفقة لتوريد بعض المحاصيل الزراعية، فكده اتنقل من دايرة الموظفين المجتهدين لدايرة أكبر، وهي دايرة رجال الأعمال الطموحين. فقرر إنه لازم يستقيل من الوظيفة ويبتدي بقى شغله الحر. رأس المال اللي ابتدى بيه كان بسيط، عبارة عن 34 جنيه. اشترى آلة كاتبة وأجر مكتب وعين موظف يساعده بمرتب 5 جنيه كده في الشهر. وابتدى مشواره مع مرور الوقت، ومع اجتهاده كمان القدر وجهه إن يبتدي تجارته في إيطاليا، واستقر فيها واتجوز وكون ثروة مش بطالة. بس للأسف راحت بسبب الحرب العالمية الثانية. لا فضل بقى يندب حظه ويقول أصل الظروف مش عارف إيه، لا، اجتهد وابتدى من تاني ونجح، وقرر إنه يرجع على مصر بقى ويأسس شغل فيها. وفعلا أسس مشاريع تجارية وعقارية وزراعية ونجح جدا، وكان قدوة لأي حد عايز ينجح. وقامت ثورة يوليو 1952. وقتها أبو رجيلة رجع تاني على إيطاليا، لأن الأمور السياسية في مصر ما كانتش واضحة، وشوية والبلد استقرت نوعا ما بعد الثورة. ووقتها كان في مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها المسؤولين في مصر، وهي ضعف منظومة المواصلات العامة، وكانت متدهورة على الآخر. المهم، سنة 1954 عبد اللطيف البغدادي، وهو طبعا واحد من أهم الضباط الأحرار وكان وزير الشؤون البلدية كمان، فقرر إنه يستعين بمين؟ طبعا بأبو رجيلة، على أساس إنه رجل أعمال مصري ناجح ووطني وسمعته جيدة جدا. وفعلا استدعاه من إيطاليا وخلاه مسؤول عن تنظيم الأتوبيسات والنقل بالقاهرة. وأول حاجة لاحظها أبو رجيلة بعد طبعا ما مسك منصبه الجديد هو سوء الإدارة والديون والفشل بشكل عام. وطبعا المواصلات دي حاجة مهمة جدا، ده شيء مستحيل يستغنى عنه الملايين من الناس العادية، ولازم الخدمة تتقدم بشكل مرضي. فكان من الواضح إن الاستثمار في القطاع ده مش مبشر بالربح أصلا، ولكن أبو رجيلة قبل الاستثمار فيه من باب الوطنية مش من باب التربح. وتحمل أبو رجيلة مهمة وطنية من الدرجة الأولى. أبو رجيلة ما طلبش بقى لا قروض ولا ضمانات، وتحمل حقوق كل الموظفين والعمال، وسدد مبلغ 50,000 جنيه كانت ديون متأخرة، واشتغل بشكل سريع جدا. فاستورد أتوبيسات من أشهر الماركات العالمية في فرنسا وألمانيا. وأهم شيء إنه اهتم بتدريب السواقين والكمسارية بشكل مناسب للمرحلة الجديدة. وبعد سنتين بس كانت خطوط القاهرة فيها أكتر من 400 أتوبيس بيخدموا
حوالي 13 مليون راكب شهريا، والأهم إنها بتقدم خدمات راقية واحترام للركاب وبمواعيد تظبط عليها الساعة. والكفاءة دي ما جاتش من فراغ أبدا، لأن الصيانة للأتوبيسات والاهتمام بنظافتها وتعقيمها بيكون حوالي مرتين 3 أسبوعيا، غير إن تحت إدارته 3 جراجات من أكبر جراجات القاهرة، كوبري القبة والجيزة وبولاق أبو العلا. وأسس كمان مصنعين بالتعاون مع وزارة الصناعة لتيل الفرامل. ده غير بقى أهم حاجة متابعته هو شخصيا لسير العمل، مش يقول بقى أنا مسؤول وأقعد في مكتبي وخلاص. تصدقوا كان معروف إن أبو رجيلة بيتنكر ويركب الأتوبيس زيه زي أي شخص علشان يطمن إن الشغل ماشي تمام على أرض الواقع، ويسمع كمان للناس وملاحظاتهم، غير زياراته المفاجئة للجراجات والمصانع. ونادرا ما كان يقعد في مكتبه، وكان بيهتم جدا جدا بالحوافز للي شغالين معاه، فكان بيوزع فلوس من جيبه الخاص للي يستحق بعيدا تماما عن حسابات الشركة. وللعلم ليه الفضل في اختراع المظلات الأسمنتية اللي كانت عبارة عن محطات بيستنوا فيها الركاب الأتوبيس. والجميل والجديد بقى إنه دخل المرأة تشتغل كمسارية في الأتوبيسات، وعلشان يخلي الناس تتقبل الفكرة دي أنتج فيلم الكمساريات الفاتنات بطولة إسماعيل ياسين سنة 1957. المهم إن نتيجة الجهد والإخلاص الكبير ده أكيد النجاح، لدرجة إن الناس في الشارع كانت مسمياها أتوبيسات أبو رجيلة. ده الناس كانت بتركب الأتوبيسات كأنها فسحة مش توصيلة. ده كمان اخترع وظيفة وقتها غريبة جدا، وهي وظيفة مدير المطبات. وده بقى إيه؟ مهمته إن يركب الأتوبيس ويكتب تقرير بكل المطبات والحفر في الشوارع علشان الشركة تصلحها، وبكده يحافظ طبعا على الأتوبيسات. حلول بصراحة بره الصندوق. عبد اللطيف أبو رجيلة كان ليه إنجازات كبيرة جدا، مش في تحسين منظومة المواصلات وبس، لا، كان ليه إنجازات تانية كبيرة في البلد. يعني مثلا بعد حرب 48 كانت مصر بتعاني من صفقات الأسلحة، وأبو رجيلة ما تأخرش أبدا في تمويل الصفقات دي لصالح مصر. ولما حصل العدوان الثلاثي على مصر قرر أبو رجيلة إن يخلي كل الأتوبيسات تحت إدارة القوات المسلحة لنقل الجنود، وتكفل هو شخصيا بتكلفة البنزين وأجور السواقين. وبعد الحرب ما خلصت أبو رجيلة أهدى مصنع أسمنت للقوات المسلحة علشان يبتدوا يعملوا إعادة تعمير لمدينة بورسعيد بعد الحرب، لأنها طبعا اتدمرت بنيتها التحتية تماما. المهم مصر وقتها كانت بتمر بأزمة مالية كبيرة جدا، فقرر كمال أبو رجيلة وبدافع وطني إنه يحول كل أمواله من إيطاليا لمصر، ولكن إيطاليا رفضت. فعمل ايه بقى؟ فوض الدولة المصرية انها تنقل الاموال في صورة بضايع وماكينات واعمال طرق اهي تستفيد بيها الحكومة المصرية. وقد كان الصراحة اعمال وانجازات ابو رجيلة كانت وطنية جدا، وكل همه ازاي يفيد بجد الوطن. نيجي بقى لانجازاته في نادي الزمالك واللي ارتبط اسمه باسم ابو رجيلة. في نفس فترة اصلاحه لمنظومة المواصلات ابو رجيلة مسك ادارة نادي الزمالك اللي هو كان بيعشقه وبيحترمه جدا، واهتم جدا ببناء مؤسسة كاملة لنادي عريق زي نادي الزمالك، وفعليا غيروا 180 درجة. فكان مقر نادي الزمالك وقتها عبارة عن 3 غرف ومدرج خشبي بيطل على نيل العجوزة. فكان أول قرار لأبو رجيلة إنه لازم ياخد مقر جديد للنادي يليق بيه، فاختار منطقة 100 عقبة اللي كانت وقتها عبارة عن شوية مزارع ومساكن عشوائية. فقبل ما يبتدي البنى في مقر النادي الجديد وصل الكهرباء والمية لسكان 100 عقبة على نفقته الخاصة، وابتدى يبني مقر النادي. ولكن المشكلة ان حصل عجز كبير جدا في الميزانية، كانت ممكن توقف كل الاصلاحات دي. طيب يعمل ايه؟ كان عنده حل المشكلة دي بطريقة ذكية جدا. في الوقت ده كان في شركتين للبترول في مصر مسؤولة عن توريد البنزين والسولار للأتوبيسات، فقرر أبو رجيلة يحطهم في منافسة قوية جدا، فاضطرت كل شركة تنزل السعر، والتنافس ده وفر حوالي 10,000 جنيه، وطبعا ده مبلغ كبير جدا وقتها. فاستخدم المبلغ ده في سد عجز ميزانية النادي وبنى مدرجات الدرجة الثالثة. وجه بقى وقت الافتتاح، فعمل افتتاح أسطوري، ومن ضمن الافتتاح مباراة ودية وعمل لها دعاية ضخمة جدا
جدا وكانت حديث المدينة، فالاستاد اتملى على آخره. والمباراة دي كانت بين نادي الزمالك وفريق التشيك دوكلا براغ. والصراحة الافتتاح كان مبهر لأن أبو رجيلة اتفق إن طيارة مخصوص تطير فوق المدرجات وفي بداية الماتش تنزل الكرة من الطيارة اللي الفريقين طبعا هيلعبوا بيها كنوع بقى إيه من الاستعراض في الافتتاح. والحمد لله فاز نادي الزمالك ب3 أهداف مقابل لا شيء. المهم إن مع الوقت علاقة أبو رجيلة برجالة ثورة 23 يوليو كانت فيها شوية منغصات كده، لأن تم تأميم شركة أبو رجيلة مع هوجة التأميم اللي طالت كل الشركات تقريبا، وتحولت شركة الأتوبيس لهيئة النقل العام بالقاهرة. فللأسف سافر أبو رجيلة على إيطاليا وابتدى تاني من الصفر هناك، وكمان شوية سافر على كذا دولة وابتدى يأسس فيها الطرق وشركات النقل لغاية ما رجع تاني على مصر في نهاية السبعينيات كده. ولما رجع شاف تدهور النقل العام في مصر في الفترة دي، ورفع مذكرة للمسؤولين وقتها إنه على استعداد إنه يحمي مشروع الأتوبيس من الانهيار وعنده الإمكانية لده، ولكن للأسف محدش اتواصل معاه. ده غير إن كمان اسمه اتشال من مدرجات نادي الزمالك. ولكن بعد سنين قررت إدارة نادي الزمالك ترجع الحق لأصحابه، واتحطت يافطة كبيرة باسم عبد اللطيف أبو رجيلة من تاني على المدرجات. ولكن للأسف ده تم بعد رحيله اللي كان في سنة 1986. قبل ما أختم الحلقة مهم جدا إننا نعرف إزاي بيفكروا الناجحين. لما اتسأل عبد اللطيف أبو رجيلة إزاي الإنسان يبقى مليونير، فكان رده إنك ما تدورش على الفلوس، دور على النجاح. النجاح هيوصلك للملايين، لكن لو كل همك الفلوس وبس هتكون مع الوقت نصاب. رحم الله امبراطور الاتوبيسات عبد اللطيف ابو رجيلة، رحم الله اولاد مصر الناجحين في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا ابو السعدات وبرنامج عين.